مرحبا بكل متابعين قناة طقس الجزائر. إذا نوافيكم بأحوال طقس الجزائر اليوم الأربعاء 17 ماي 2023. إذا حيث نتوقع خلال الفترة الصباحية أجواء غائمة كليا على المناطق الغربية والوسطى، وصافية قليلة الغيوم على المناطق الشرقية، مع تسجيل بعض الأمطار الضعيفة نسبيا على منطقة الساورة. أما خلال ما بعد الظهيرة حيث سيدخل اضطراب جوي إن شاء الله نحو المناطق الغربية، كما نراقب في الصورة الذي نوهنا عنه من قبل. والولايات والمناطق المعنية على المناطق الغربية أولا كولاية وهران سيدي بلعباس، عين تموشنت ولاية تلمسان، رأس الماء تعيدة معسكر، غليزان ولاية شلف، ومصدغانة مديارد، تيس مسيلت سيدي بالعباس إن شاء الله. إذن جل هذه المناطق ستكون معينة. كل المناطق الغربية معنية بهذا الاضطراب. إذن هذا الاضطراب سيكون سريع النشاط إن شاء الله، وينتقل نحو المناطق الوسطى إن شاء الله ما بعد الظهيرة. أشاهدك سيكون هذا الاضطراب ما بعد الظهيرة إن شاء الله خلال الفترة المسائية نحو المناطق الوسطى والمناطق المعنية إن شاء الله كولاية لغواط إن شاء الله، وعين الوسارة إن شاء الله، والمناطق كما قلنا الوسطى التي ستكون معنية كولاية بوليدة، المدية، و جزر العاصمة إن شاء الله، ولاية بومرداس، البويرة، و تيزي وزو إن شاء الله، برج بوريريج، وباتنا إن شاء الله نحو المناطق الشرقية ستنتقل كذلك خلال الفترة منتصف الليل إن شاء الله. شاهدوا هنا كمية الأمطار ستكون جد معتبرة على المناطق الوسطى خلال منتصف الليل. الأمطار راح تكون تحت واقع رعود قوية، ستنتقل نحو بعض المناطق الشرقية إن شاء الله كولايات باتنا، المسيلة، ولاية سطيف، بجاية، و بوسعادة، المغير، وغردية إن شاء الله نحو الصحراوية. إذن غيد نافع لكل المناطق الجزائرية إن شاء الله. يعني الأمطار راح تبقى تشمل كذلك بعض المناطق الغربية إن شاء الله خلال الفترة الليلية. إذا غيد نافع لهذه الولايات، فقط كثروا من الاستغفار وسيعود الخير إن شاء الله بقوة نحو المناطق الجزائرية إن شاء الله. وفي النهاية نتمنى كل الخير لكل الجزائريين، ويبقى العلم لله وحده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.